المشروع اللي جاي هو جين زي بجد يعني حضراتكم عارفين انه الترند عند جين زي بشكل عام اللي هو السنيل والحلزون، يمكن خدوه من المسلسلات الكوري، ممكن معرفش، بس هو في النهايه هو منتج مفيد. فريق سستينابل اكوا فود جامعة قناة السويس. القتال على المركز الأول ده كان هدفي وأنا عندي 20 في الصحفة. أنت قدام حاجة كبيرة قوي واقفة على المسرح. يعني الواحد مبسوط على طول في أي مكان هو بيروح عشان جده الشهيد الحي. كبرت إن أنا لازم أبقى زي جده، لازم أخلي جده فخور بيا. أنا حسناء النميري. أنا إبراهيم أحمد دسوقي من قسم علوم البحار. أحلام إبراهيم محمد من جامعة قناة السويس كلية علوم. المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سستينابل اكوا فود. عبد الجواد سويلم الملقب بالشهيد الحي، جد حسناء وجد أحلام. نص النجاح انك تحب العمل نفسه، والنص هو الاداء في الميدان. المشكله كانت معايا انا في اللايف تشوك، ان الناس ما بتتقبلش ان احنا عاملين برودكتس من لحم الحلزون، وحاولنا ان احنا نتغلب على الحاجه دي بالديجيتال ماركتنج. فادني كتير جدا في شغلي، وان احنا نقدر ان احنا نسبريد البرودكت بشكل احسن. حب للاحياء المائيه خلاني ان انا افكر ازاي استغل المجال دوت في رياده الاعمال، فبدات ان انا اعمل ابحاث كتيره جدا على كائن صغير جدا. انا من الحلزون الصغير ده اقدر ان انا افتح بيوت ناس كتيره جدا. أنا كو فاوندر مشروع سستينابل اكوا فود. احنا حبينا نعمل فكره جديده غير تقليديه وما تبقاش صعبه، وبما ان الشعب المصري بيحب الاكل فاحنا عملنا لكم اكل من الحلزون. كنت ببص لهم وهم صغيرين كده، عندهم 4 5 سنين كده، بقيت ابص لهم كده بكل امل، بقيت اقول دول هيجي يوم هيبقوا حاجه ثانيه. كنت سعيد جدا انهم ماشيين مع بعض بيونسوا بعض ويشجعوا بعض جدا. يعني اقول يعني ذاك الاشبال بذاك الاسد يعني. ربنا يوفقك يا حبيبي، ده يا رب. تقدير كبير قوي، تقدير كبير قوي، لان هو فعلا عمل حاجه كبيره. انك تحقق هدفك وتحقق النصر في هدفك، عليك بالعمل عليك بالعمل عليك بالعمل. هلو، أنا حسناء النميري، كو فاوندر مشروع سستينابل اكوا فود. عندي 21 سنة والاسك بتاعنا 1.5 مليون. أنا جاي لكم النهاردة بفاست فود. فاست فود بس هيلثي. فاست فود بس من مصدر محدش هيتوقعه. فاست فود لكن مش جانك فود. أنا جاية لكم ببديل للبروتين الحيواني. المنتج اللي موجود ده قدامكم فاست فود وسي فود وهيلثي كمان. المشكلة بدأت معانا بنقص البروتين الحيواني، ولو موجود فأسعاره عالية. فكان الحل إننا نلاقي بديل للبروتين الحيواني. البديل ده لازم تتوفر فيه شروط، إنه يبقى قيمته الغذائية كبيرة، مدة صلاحيته كبيرة، وسعره أفوردبل. عشان كده إحنا عملنا أكل من الحلزون. طيب ليه الحلزون؟ لأن فوائده الغذائية كبيرة جدا. أول حاجة في بروتين كبير، في كربوهيدرات، لو فاتس، في أوميجا 3، في أوميجا 6، في فوسفورس، في فيتامينز كتير ومعادن كتيرة جدا. لذيذ. حاجة كمان إننا بنستزرعه، فموجود على مدار السنة وسستينابل. أنا قادرة أتحكم في سعره، سعره أفوردبل. تناويها. مش كفاية الماركت سايز. احنا بنستهدف سوق السي فود، حجمه عالميا 28 مليار دولار، نسبة نمو 4.8% سنويا. سنة 2032 هيعمل 42 مليار دولار، وفي مصر هيعمل 22 مليون دولار بنسبة نمو 9.9% سنويا. سنة 2029 هيعمل 35 مليون دولار، ومتوقع حصتنا بعد 3 سنين تعمل 220 ألف دولار. المنتجات بتاعتنا، احنا عملنا سنيل بايتس، وعملنا مكرونة عادية، ومكرونة فري اوف جلوتين للناس اللي عندها حساسية من دقيق القمح. عزيزي المشاهد، حضرتك هتاكل مكرونة فيها أوميجا 3 وأوميجا 6 وفيتامينز ومعادن كمان البروتين كبير والكربوهيدرات والفاتس قليلة. وفي منتج بوم بس هنعلن عنه في الآخر. بالنسبة للكومبيتيشن، فاحنا عندنا شركتين هم سي ستار وجولدن فيش، بيعملوا أكل من السمك زي الفيش فينجرز. احنا بنعمل منتجات متنوعة، الكواليتي بتاعتنا كويسة، وكمان كاستمر سيرفيس، وحاجة بتميزنا إن احنا فاست فود وسي فود وهيلثي كمان. طيب هنجو تو ماركت ازاي؟ احنا اوريدي عندنا صفحه على الفيسبوك بنوعي الناس باهميه الحلزون وفوائده الغذائيه. هنعمل كوبريشنز مع السي فود بلوجرز، وهنعمل كوبريشنز مع المطاعم والهايبر ماركتس اللي المنتجات هتنزل فيها، وكمان هنعمل ادز على كل الابلكيشنز وادز على كل البلاتفورمز وديسكاونت للكاستمر بتوعنا. الريفينيو بتاعتنا هتيجي عن طريق 3 حاجات. اول حاجه ان نبيع المنتج بتاعنا،
للهايبر ماركتس والسي فود ريستورانت. تاني حاجة إن أنا هبيع الشل بتاعة الحلزون لمصانع الشيتوزن، وهبيع الأحشاء بتاعته لمصانع الكولاجين، وهبيعه حي للفيش كيبرز، يعني حرفياً زيرو ويست من الكيك. احنا عملنا تيستنج للناس واخدنا كذا ريفيو، ونزلنا نجرب نشوف هل في قابليه ان الناس تاكل حاجه من الحلزون، ولقينا اقبال كبير قلت جدا. لهم انه حلزون وكلوه؟ قلنا لهم انه حلزون قبل ما ياكلوا؟ قبل ما ياكلوا. ماشي. وعجبهم جدا، خصوصا لفئه الشباب الصغير، جين زي بقى. جين زي فعلا. بالظبط. الدراما الكوريه حقيقي صح؟ بالظبط. طيب الرود ماب، اول حاجه احنا كنا بنطور البرودكت بتاعنا، كان بادئ معانا سنيل فينجر، ما كانش الطف حاجه فحسنا منه، خليناه سنيل بايتس، ومن سنيل بايتس عملنا مكرونه عاديه ومكرونه فري اوف جلوتين، واخر حاجه اللي هنشوفها بعد ما اخلص. ستيج 2 هتبقى اننا نسيت اب الفارم اللي هنستزرع فيها الحلزون، ودي هتاخد معانا من 2 ل4 شهور وهتكلفنا 700,000. ستيج 3 هتبقى عملية التصنيع، ودي هتاخد مننا من 1 ل2 وهتكلفنا 500,000. وآخر حاجة هي الماركتينج والكوبريشنز مع الريستورانتس ومع السي فود بلوجرز، ودي هتاخد مننا أقل من سنة وهتكلفنا 300,000. آخر حاجة إن يبقى عندنا الكرفان والريستورانت بتاعنا وسلسلة مطاعم بتاعتنا كلها حلزون. الاسك احنا قلنا 1.5 مليون، 38% رو ماتيريالز، 28% اوبريشنز، 19% ماركتنج، 9% R&D، و4.8% لوجيستكس. هستأذن من حضراتكم التيم بتاعي يجي. احلام اتفضلي. بالظبط. انا متهيألي يعني باخر برزنتيشن دي عاوزين كوبايه ماتشا بقى. هو انا حابه اقول اخر حاجه احنا عملناها، ودي لسه جديده، احنا عملنا بروتين بار من الحلزون، يعني هتاكل حاجه طعمها حلو من الحلزون. عجباني انها فكره مبتكره، وعجباني طريقه البرزنتيشن. بس انت قلتي 19% ماركتنج، انت محتاجه 50-60% ماركتنج. أوكي. انت اكبر عائق هيواجهك culture هو shock. الكالتشر. بالظبط، ان انت هتقولي لحد انت بتاكل حلزونه. الثقافه الجديده بالنسبه لجين زي دي حاجه عاديه جدا. ايوه يعني انا ما بشربش الماتشا، ما بحبوش، بس جين زي بيموتوا فيه. والقديم يا احمد وهم الاغلبيه، صح؟ احنا اقليه. يعني بس انا برضه القرار ليهم، هم المستهدف. يعني بالاضافه الشباب عشان اللي كده كلها انا قلت هتاكل ولادي، الحلزون. انا عايزة متبرعه بالاثنين عيال، خديهم. انا مش فاهم أنا المفارقه ايه أنا واحنا مش بناكل جين زي، بس فسيخ أنا- اصلا. يعني يعني بس يعني انا مش فاهم ايه هي. يعني احنا ناس بناكل فسيخ فمش عاوزين ناكل انا مش فاهم حلزون إحنا ليه؟ يعني ناكل الصعوبه جايه فسيخ. منين واحنا بناكل فسيخ اساسا. معمول من الحلزون والشوفان وسوداني عشان يبقى سعره افوردبل. متاكده مش عايزه هبة، جدا على متاكده فكرة. شجاعة متأكدة؟ التجربة. ايه تجرب؟ ايه يا هبه؟ مش عارفه اجرب. حلو قوي. حلو قوي، يلا. ده بالشوكولاته. تشجيعة كبيرة يا ميرنا. حلزون بالشوكولاته. حلزون حدث كبير في حياتها. بقول لك ميرنا، ايه؟ تشجيعة كبيرة. من موقعي حد حابب يجرب؟ يعني معقوله اللي قبلي مش شجاع كده، يعني بالشجاعه دي وانا ما عادي. جربتش. لا انا حبيت ها. الموضوع. غيرت لا، لا، رأيك في خلاص. الحلزون؟ طب والله ايه؟ حلو. غيرت رأيك فيه؟ ما تقوليش بس انه حلزون، بس هو مش حلو هقول. قوي. لا احنا بجد بناكل حلو. ممبار يا بجد. ميرنا، ممبار. انا باكل فسيخ عن نفسي وباكل عادي. فسيخ. هتيجي على واحنا الغلبان بنعمل ده؟ السيرفي، احنا اللي جالنا كلر شوك لما هم بيقولوا ان هم اكلوا جراد. يعني احنا لا جين زي مش مش الدرجات الدرجات دي. طب اقول لك حاجه، هو بجد طعمه حلو. انت ممكن تصدري، لان هو الكونسبت ده موجود بره جامد انا جدا. عارف انتوا فتعملي هتعملوا برودكشن هنا وصدري بره. هتغيروا الكالتشر ازاي. انا عارف اقول لكم على سر. انتوا ايه السلوجان بتاعكم؟ الحلزونه يما الحلزونه. خلص الموضوع، خلص الموضوع. ميرنا ان ولا اوت وبكام؟ ان ما هو كلامك كتير. 400,000. 400,000. هبه. ان اوكي 200,000. شلبي. انا ان 300,000. انا اكلت البار كله. 700,000. سامح. انا ان معاكم ب 300,000. احنا تمام. كده 1,200. ما بعد المليون في شراكه من الصندوق، موافقين ولا لا؟ تمام موافقين. موافقين كده 1,200,000. هاني الكلمه الاخيره ليك. 300,000 يبقى إجمالي 1,500,000. مليون مبروك. 1,500,000 جنيه دعم لقناه السويس الجديده من جين زي. الف مبروك. مبروك. اتفضل.